بيبدأ فيلمنا بشخص اسمه ديفيد وهو قاعد بيرسم، وبيلاقي عاصفة شديدة قريبة من البيت، فبياخد مراته وابنه وبينزلوا يستخبوا في القابو، ومن العاصفة بتقع شجرة في البيت. ولما بتخلص العاصفة بيخرج ديفيد من البيت وبيلاقي الشجرة بتاعت جاره دمرت بيته بالكامل، فبيقول لمراته ان هو هيروح يتكلم مع جاره ويخليه يدفع تأمين البيت، لانه طلب منه اكتر من مرة انه يقطع الشجرة دي ولكنه ما سمعش كلامه. وفعلا بيروح يتكلم معاه وبيتفاجئ ان الشجرة وقعت على عربيته هو كمان، فبيطلب منه يوصله للسوبر ماركت هو وابنه بيلي علشان عاوزين يشتروا شوية اكل. فبيوافق نورتن وبيركبوا العربية، وفي طريقهم بيشوفوا عربيات الشرطة والاسعاف، وبيبان كده ان في حاجة بتحصل. واول ما بيوصلوا للسوبر ماركت بيتصل ديفيد على مراته علشان يطمن عليها، بس ما بيلاقيش شبكة، وكمان بيلاقي الكهرباء قطعة في السوبر ماركت. وقتها بيجي 3 عساكر من الجيش، بيتكلم معاهم ضابط شرطة وبيبان كده انه خايف من حاجة، وبيقول لهم ان الوضع بقى خطير جدا ولازم ياخدوا بالهم. وفجأة كل الناس اللي في السوبر ماركت بيسمعوا صوت انذار الطوارئ، وبيلاقوا راجل بيجري ناحيتهم وهو بينزف، وبيقول لهم ان الضباب انتشر في المدينة كلها، والضباب ده جواه كائنات غريبة هاجموه وقتلوا اصحابه. وقبل ما بيكمل كلامه بيلاقوا الضباب جاي ناحيتهم، فبيقفلوا باب السوبر ماركت بسرعة، وبيقرروا انهم ما يخرجوش لحد ما يتأكدوا ان مفيش اي حاجة بره. فبتقول واحدة منهم انها لازم تخرج فورا علشان سايبة بناتها في البيت، وبتترجاهم ان حد يخرج معاها علشان خايفة جدا، ولكن كلهم بيرفضوا لانهم برضو خايفين. فبتضطر الست انها تخرج لوحدها من السوبر ماركت وبتختفي في الضباب. وقتها بيروح ديفيد المخزن علشان يشوف مشكلة الكهرباء، وبيلاقي ان المولد عمال يطلع دخان، وفجأة بيلاقي الباب بيتحرك وفي كائنات عمالة تخبط فيه من بره، فبيترعب جدا وبيروح يحكي للعمال اللي شغالين في السوبر ماركت. ولما بينزلوا معاه للمخزن مش بيلاقوا اي حاجة، ولكنهم بيتفاجئوا ان ممرات التهوية مسدودة من بره، ولازم واحد فيهم يخرج يسلكها بسرعة. فبيتطوع واحد منهم وبيكون مش مصدق اصلا ان في كائنات بره، واول ما بيفتح الباب بيلاقي ايد كائن شبه الاخطبوط بيمسكه من رجله، وبيحاول الكائن ده انه يخرجه من المخزن. فبيحاول ديفيد واللي معاه انهم ينقذوا الراجل، ولكن للاسف بيكون الكائن اقوى منهم وبيسحب الولد ناحيته وبيقتله. فبيحاولوا يقفلوا الباب بسرعة، وبيقطع ديفيد جزء من ايد الكائن ده بالفاس. وبعدها بيرجع للسوبر ماركت وبيحكي لجاره نورتان اللي حصل، ولكنه مش بيلاقيه مصدقه. فبياخده معاه للمخزن وبيوري له ايد الكائن اللي قطعها، وبيشوف نورتان بعينه ايد الكائن وهي بتتحلل. فبيرجعوا للسوبر ماركت وبيحكوا للناس اللي حصل، وبيبداوا يغطوا الباب بشكاير الدقيق علشان الكائنات ما تشوفهمش ويكسروا الازاز. وبعدها بيطلعوا الاسلحه اللي معاهم علشان يدافعوا عن نفسهم، وبيقول واحد منهم ان معاه بندقيه في عربيته محتاج بس واحد يخرج معاه علشان يجيبها. فبيقرر مورتن ان هو يخرج معاه لانه لسه اصلا مش مصدق ان في كائنات في الضباب، وبيكون في مجموعه كمان مش مصدقين وعاوزين يخرجوا معاهم. فبيقرر ديفيد انه يربط واحد منهم بحبل، ومن خلال حركه الحبل هيقدر يعرف هم لسه عايشين ولا لا. وفعلا بينفذ الفكره وبيخليهم يخرجوا. واول ما بيخرجوا للضباب بيسمع صوت صريخهم، وبيلاقي ان الحبل بيتشد جامد. فبيحاول ديفيد انه يشد الحبل علشان ينقذ الراجل، ولكنه بيلاقي ان نص جسمه بس اللي في الحبل. وساعتها بيقفل الباب بسرعه قبل ما الكائنات تيجي. وبالليل بيشغلوا كشافات وبيقسموا نفسهم علشان يراقبوا الكائنات بره. وفجاه بيلاقوا جراد حجمه كبير واقف في الازاز، فبيقفوا كلهم يتفرجوا وهما ماسكين الكشافات، وبيكونوا مش عارفين اصلا ان الكشافات دي هي اللي بتجذب الجراد ناحيته. وفجاه بيظهر كائنات تانية شبه الخفاش عماله تاكل في الجراد وبتكسر في الازاز. وبعدها بيدخلوا كلهم وبيهجموا على بنت وبيعضوها، وساعتها بتقع البنت على الارض وبتتشنج، وبتفضل رقبتها تكبر لحد ما بتموت. فبيقرر ديفيد انه يولع نار علشان يخرج الكائنات دي من السوبر ماركت، ولكن بيتزحلق واحد على الارض وبيوقع جردل البنزين وبيولع في المكان كله، وللاسف النار بتمسك فيه هو كمان وبيتحرق. فبيحاول زمايله انهم يطفوه بطفايه الحريق، وبيبداوا يولعوا في الكائنات دي ويتخلصوا منها. وبعدها بيروح ديفيد للشخص اللي اتحرق وبيلاقيه تعبان جدا، وبيترجى انه يقتله علشان يريحه من الم الحرق لانه خلاص مش قادر يستحمل. ولكن بيرفض ديفيد وبيتكلم مع الناس اللي في السوبر ماركت وبيقول لهم ان هم لازم يروحوا للصيدليه اللي جنبهم علشان يجيبوا علاج ويعالجوا صديقهم. فبيقرروا انهم يستنوا لحد ما الشمس تطلع ويبداوا يتحركوا، وفعلا بينفذوا خطتهم وبيخرجوا بسرعه من السوبر ماركت. واول ما بيوصلوا للصيدليه بياخد ديفيد كل الادويه اللي هناك، وبيتفاجئوا ان في دكاتره ملفوفين بقطع عنكبوت وميتين، ولكنهم بيلاقوا واحد منهم لسه عايش وبيقول لهم اهربوا بسرعه. وفجاه بيلاقوا جسمه فيه بضع عناكب كتيره جدا، وبيظهر قدامهم عناكب عملاقه وبتهجم عليهم كلهم، وبيكون الخيط بتاعهم
معاهم في سائل بيحرق اي حاجة، لحد ما بيجي الخيط على رجل واحد منهم وبيحرقه على طول. ولسوء حظهم بتقع جثة الدكتور اللي جسمه فيه بيض العناكب، وبيخرج من جسمه عناكب كتير بتجري وراهم. فبيحاولوا يخرجوا من الصيدلية بسرعة وبيلاقوا ان في عنكبوت ضخم قدامهم، فبيضربوا واحد منهم برمح وبيرجعوا للسوبر ماركت بسرعة. وبعدها بيكتشفوا حاجة مهمة جدا، ان ضباط الجيش اللي معاهم عارفين سبب وجود الضباب ده، وبيفضلوا يدوروا عليهم في السوبر ماركت لحد ما بيلاقوهم انتحروا. ولكن بيكون في واحد منهم بس لسه عايش، فبيمسكوه بيهددوا انه هيقتلوه لو ما اعترفش بالحقيقة، وانه لازم يفهمهم ايه سر وجود الكائنات دي. فبيضطر يعترف بالحقيقة ويقول لهم ان في مختبر قريب من هنا، والمختبر اتعمل فيه تجارب غريبة في سبيل اكتشاف العوالم الاخرى، لحد ما اكتشف العلماء بوابة خفية وقدروا يفتحوها، ودخل من البوابة دي ضباب فيه كائنات مرعبة. وللأسف العلماء ما قدروش ان هم يقفلوا البوابة دي، والكائنات اللي خرجت خلصت عليهم بعدها. فبيتصدم كل اللي موجودين، وساعتها بتتكلم واحدة اسمها جيسي وبتقول لهم ان كل اللي حصل لهم ده غضب من ربنا، وان ربنا غضبان عليهم وبعت لهم الكائنات دي، علشان كده لازم يعاقبوا الضابط ده لانه خبى عليهم الحقيقة، وكمان كان من ضمن فريق المشروع بتاع العلماء. فبيقتنعوا بكلامها وبيمسكوا الضابط وبيضربوه بالسكينة، وبعدها بيرموه بره السوبر ماركت، وبيجي وحش عملاق بيسحبوا ناحيته وبياكلوا. وبالليل بيتكلم ديفيد مع كام واحد وبيحاول يقنعهم انهم يخرجوا من السوبر ماركت قبل الفجر، وده لانه لاحظ كده ان الوحوش دي مش بتهاجمهم في الفجر. فبيقتنعوا بكلامه وبيجهزوا نفسهم علشان يخرجوا، بس بيلاقوا جيسي قاعدة قدام الباب وبتمنعهم، وبتقول لهم انها مش هتسمح لحد انه يخرج، وبتبدأ تكذب على الناس وتقول لهم انها روحانية، وبتعرفهم انهم لو عايزين يتخلصوا من الكائنات دي فلازم يقدموا بيلي ابن ديفيد قربان للآلهة، وده علشان يغفر لهم ويخلصهم من المحنة اللي هم فيها. بس قبل ما تكمل كلامها بيقتلها واحد اسمه إيلي، وساعتها بيشكروا ديفيد جدا لانه انقذ ابنه. وبعدها بيخرجوا كلهم من السوبر ماركت وبيدوروا على عربية علشان يتحركوا، لكنهم بيتوهوا من بعض في الضباب، وبيقدر إيلي اخيرا انه يلاقي عربية، بس فجأة بيهجم عليه وحش وبياكله، وساعتها بيظهر مجموعة عناكب وطيور وبيهجموا على بقية الناس. واخيرا بيقدر ديفيد واللي معاه انهم يوصلوا للعربية، وبيتحركوا كلهم ناحية البيت بتاعه علشان يستخبوا هناك. ولكن اول ما بيوصلوا بيتفاجئ ديفيد ان مراته ماتت والعناكب لفينها بالخيوط بتاعتهم، فبيقرر يتحرك بالعربية بعيد عن البيت لانه مليان عناكب وممكن يقتلوهم. ولما بيخلص منهم البنزين بيفقدوا الامل في النجاة، وبيقرروا انهم ينهوا حياتهم قبل ما الوحوش دي تيجي ويخلصوا عليهم. فبيطلع ديفيد الرصاص اللي معاه وبيلاقيهم 4 بس، وللاسف بيكون ده مش كفاية لانهم 5 اشخاص، فبيقول لهم انه هيضحي بنفسه وهيخلي الوحوش هي اللي تقتله. وبعدها بيخلص عليهم بالمسدس بما فيهم ابنه بيلي. وبعدها بيخرج من العربية وبيفضل يصرخ علشان الوحوش تيجي وتاكله، ولكنه بيتفاجئ ان عربيات الجيش جت وحرقوا كل الكائنات اللي في الضباب. فبينهار ديفيد من العياط وبيكون ندمان على اللي عمله، لانه اتسرع انه قتل الباقيين ومن ضمنهم ابنه الوحيد. وبكده يكون خلص فيلمنا. يا ريت لو انت مش مشترك في القناة تشترك وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل افلامنا الجديدة. انا باسل عمر، سلام.